البلدان الثلاثة التي ستحتضن كأس إفريقيا 2027 لن تكون في الموعد. المعلق الفلاح الفاشل، يا اخي الفلاح الفاشل ما كنتش تقول باللي الشان هذه ما عندها حتى قيمه، الشان هذه ما عندهاش قيمه، والشان تاع الجزائر هي اخر شان في الجزائر. على بالكم لاكاف برك ما لقاوش شكون باش يديروا، شكون مدوها للجزائر برك باش يختموا بها وما بقاوش يديروا الشان. السلام، فيديو جديد. مرحبا بكم الاخوان الاخوات. غادي تسمعوا معايا هذا الجزائري وشهد شاهد من اهلها غادي يقول الحقيقه ويفرش الاعلاميين والجزائر على الانسحاب ديالهم في كاس افريقيا المحليين ديال 2025 وقال لكم اسيدي بان كاس افريقيا 2025 ما كاينش اللي غادي ينظمها بحالهم من بعد. شوفوا معايا هذا الفيديو ديال هذا المعلق ديال هذا الجزائري، قال الكلام اللي خصو يتقال وغادي نرجعوا ندير ان شاء الله عليه تعليق، لان تنزانيا هي اللي احتضنت هذه النسخه هذه وما هضروش عليها، وغادي نرجعوا على هذا الشيء في الاخر ديال الفيديو. خليكم مع الفيديو واستمتعوا معنا مزيان ونرجعوا نديروا عليه تعليق. ليتس واقو والناس اللي كانت تتكسر. المعلق الفلاح الفاشل، يا اخي الفلاح الفاشل ما كنتش تقول باللي الشان هذه ما عندها حتى قيمه، الشان هذه ما عندهاش قيمه، والشان تاع الجزائر هي اخر شان في الجزائر. على بالكم لاكاف برك ما لقاوش شكون باش يديروا، شكون مدوها للجزائر برك باش يختموا بها وما بقاوش يديروا الشان. الفلاح الفاشل معلق ولا ما كانش حبيبكم اللي حكم الحكم. هاي الشان اليوم 19 دولة مشاركة في الشان، 19 دولة مشاركة في الشان، والقيمة المالية تضاعفت، زادوا القيمة المالية تاع الشان. يعني الشان ما راهيش راح تحبس كما كانوا يكذبوا علينا العصابة هذه. هاكم اخرجوا درك، الفلاح المعلق الجماعة الكوفيد جاي قلتوا الشان تاع الجزائر هي اخر شان ما بقاتش تصرى. هاو اليوم الافتتاح. اسمع، الشان اللي ما عندهاش قيمة اللي تهضر على هذه، ما يجيش رئيس تاع كينيا، ما يجيوش الجماهير الغافرة هذه الافتتاح، ما يجيوش الترويج، ما يحطوش القنوات اللي راح تنقل بين سبور 6 والقنوات اللي راح تنقل الشان هذه، ما تحضرش 19 دولة افريقية تشارك في الشان. ما يمدوهاش ثلاثه، اول خطره تدار في 3 بلدان في تاريخ البطوله هذه، وقال لك مازال راح تتحسن اكثر واكثر. كيفاش انتم كنتوا تجيو تكذبوا على الناس وتقولوا للناس باللي لا ما كانش من تما الناس حاطت ملفات ديجا وشفنا احنا سحب الملف تاع 25 27. السؤال يبقى مطروح خوتي العزاز الضرب يبقى مطروح، لماذا تم سحب 2025 2027 وماذا روجوا الناس هذوما للسلطه لاعلى هرم؟ واش روجوا لهم؟ حبيت نفهم واش روجوا لهم. عندنا الملاعب، عندنا البنيه التحتيه، درنا شان من احسن شان في تاريخ الجزائر، احسن من كاس افريقيا. كيفاش روجوا للدوله تاعنا انه لازم نسحبوا الملفات هذه؟ هي ما زاد ما دخلش راسي انا. راه وليد صادي سحب الملفات. هاي الشان وليد صادي يا اخي قلت ما نشاركش فيها انت الشان، قلت انا لا اشارك في الشان بس ما تهمنيش الشان وما على باليش. من بعد كديتي بلاصه في المكتب التنفيذي الو كيف ما تشاركش يسموك تشارك، يسموك تشارك، رحتي تشارك. هذه الشان اللي ما تهمكش. ودركا رحتي وقعدتي معاهم كيما درتي مع النادي الرياضي القسنطيني وزعما وتهضر معاهم باش تساندهم زعما. يا قلتي ما تروحش خلا ما نروحش خلا، من بعد قلتي نروح الدراري صغار. يا دركا وليتي تساندهم وتعطيهم المعنويات وتهضر معاهم وتخلف المكتب التنفيذي دار حاجه زايده في المكتب التنفيذي. ومن بعد يخرج الفلاح الفاشل يقول لك اتونسيون لقجع والتحكيم وحاب يدي كاس افريقيا بالتحكيم. انت تحكي الحكايه هذه الفلاح الفاشل على تهضر على التحكيم. يا اخي قلتوا جيبوا زعيم الكواليس ويصفع لقجع، يجي يا اخي زعيم الكواليس في المكتب التنفيذي. على نخافوا من التحكيم؟ ما نخافوش من التحكيم انا. يا اخي قلتوا الكواليس انا على تكذبوا على الناس. كيف انت من جهه تقولوا لازم نجيبوا وليد صادي هو اللي يقضي على لقجع وهو اللي راح يحتل افريقيا، ومن جهه درك تقول لقجع هو راح يتحكم في التحكيم وراح يكونوا فضائح تحكيميه، وعلى جايبين وعلى كنتوا تكذبوا على الناس. ما اذا الاخوان الاخوات كما سمعتوا معنا هذا جزائري بلاد الجزائر، ومع ذلك قال كلمه حق وفضح اعلاميين والمسؤولين في الجزائر وفضح الفشل ديالهم والتسيير ديالهم الرياضي في المجال الرياضي بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة. فضحهم وبين بأنهم دائما كيتشكوا وكيبرروا الفشل ديالهم باتهامات على المغرب واللقجع والكولسة والبولسة ولا شنو غنقولوا لها. يعني فضحهم والصور اللي ربطيت معكم هما من الحفل افتتاح كأس افريقيا المحليين بتنزانيا. يعني هذا الحفل كان كبير، حفل عالمي. يعني صراحة فاجئونا بهذا الحفل تنزانيا، والمنتخب التنزاني فاز على بوركينا فاسو يوم امس في حفل الافتتاح ب2-0. يعني موجدين ديال بصح. ومع ذلك الاعلام الجزائري كما غتشوفوا دابا في التصاور
ما هضروش على ولا داروا بلاطو على هذا الافتتاح، لان غادي يتفرشوا، لانهم غادي يتفضحوا. غادي يخليكم تصور فقط، اكتفوا غير بنشر يعني صور حفل الافتتاح يعني على المنابر الاعلاميه ديالهم. انا نعطيكم غير جوج، هما راه بزاف اللي نشروا هذا الحفل الافتتاح غير بالتصاور. اذا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما نطولش عليكم بزاف الشباب. خليونا الاراء ديالكم على هذا الفيديو. نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا وعرفتوا الحقيقه العالم الجزائري كيفاش كيروج الحاجه اللي بغاها. غادي ان شاء الله نشوف جميع التعاليق ديالكم. نشوفكم في فيديو جديد. لاول مره كيشوف القناه كنقول لكم مرحبا بكم معنا. الى وصلتوا لهنا كنقول لكم السير والله يسعدكم. نشوفكم في فيديو جديد. تهلا.